بنتي بتجيني اليوم وقلت خليني أسوي فطورها المفضل اللي دايم تطلبه مني. بالقلاية الهوائية نقطع باذنجان وفلفل بارد، نحاول قد ما نقدر ان القطع تكون متساوية عشان تتحمر بنفس الوقت. حطيت عليهم زيت زيتون ودخلتهم بالقلاية الهوائية لمدة 16 دقيقة درجة حرارة 180. واليوم بدلعهم بالفطور لأن عندنا مشوار مختلف عن دايم، متحمسة أكثر من الفطور. كملوا معي للآخر عشان تشوفون وين بنروح. وهنا بعد ما خلصت الخضروات، هذه درجة الاستواء اللي أبغاها بالضبط. والحين نجيب محضرة الطعام ونبدأ نحط الخضار فيها، وبعدها نجيب علبة لبنة، أي نوع لبنة تفضلونها حطوها. حطيت هنا العلبة كاملة وحطيت الملح، وتقدرون تحطون بهارات بس أنا ما حطيت، اكتفيت بالملح وزيت الزيتون، وحطيت شوية كزبرة وفرمتها، وبكذا صارت خلطة اللبنة جاهزة وقدمتها على طول الفطور. والحمد لله أفطرنا وعلى طول انطلقنا لمشوارنا، وطلعنا بدري الحمد لله وما تأخرنا. وبما أني ما تقهويت أخذت الشاي معي، تقهويت بالسيارة بس لازم نوقف عند البقالة، وقفنا نزلوا أخذوا لهم سناكات وكملنا طريقنا ووصلنا للبحيرة. مثل ما سمعتوا ترى القصيم فيها بحيرة، بس طبعا هي موسمية تتكون إذا نزل مطر كثير. الجو كان يشرح النفس، الشمس مدفيتنا وما في هواء، جو لطيف والناس كلها مستانسة ومبسوطة، الله يديمها على المسلمين يا رب. والأطفال ما انتظروا ولا ثانية، على طول نزلوا للموية، وأنا حاولت أتمالك نفسي شوية وما أنزل، بس صراحة ما قدرت. تعرفون مو دايم عندنا بالقصيم بحر، فعشان كذا نزلت. وحنا بعد الكبارين يحق لنا نستمتع بالموية، وهذا المكان جوهم وأجواءهم الأطفال ينبسطون مرة بالموية والتراب. وقبل ما نمشي تقهوينا شاهي، وآخر شي شفت الطيران الشراعي وتمنيت أني أقدر أركبه، بس أعرف نفسي إذا جاء وقت الجد ما أقدر. وبالرجعة حسيت أن الطاقة انخفضت شوي، وقلت لأخوي اشتري لي آيس كريم. هو نقد علي أني أكل آيس كريم بالبرد،